سائلة تقول: ما يحصل في الصلاة أمر لا يسكت عليه من المنكرات الكثيرة التي حتى العوام استنكروها، منها الملابس التي يبدو منها أكثر الجسم كالصدر والكتف، ومنها الحنة في الصدر والظهر، ومنها وصل الشعر وهو ما يسمى بالحشوة، ومنها الكعب العالي، ومنها الثوب الأبيض والوردة الحمراء، ومنها الملابس القصيرة التي تصل إلى الركبة. على المسلمين أن يتقوا الله، وكل أيضا من الرجال والنساء يعرض عمله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمرأة قد تغفل، لا سيما في أوقات الفرح وما إلى ذلك، قد تغفل عن بعض الأشياء، إما لجهل وإما يعني طغيان الفرح عليها والانشغال بذلك. فعلى وليها أن ينصحها إذا رأى من ذلك ما يخالف، يعني من ألبسة أو غيرها، أو من وصل الشعر، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، والدين النصيحة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. وهكذا ترى أنه ربما حصل شيء من التشبه بالنساء الأخريات التي قد اغترت بما قد رأته من بعض الإعلام ومن بعض المرئيات، تجدها تلبس سراويل مثلا، وما فوق ذاك السراويل إلا عباءة خفيفة، وتخرج بين النساء في ذلك، حيث لو انكشفت العباءة ما بقي عليها إلا السروال. وهذا الذي تلاحظونه، هذا معناه أنها مكتفية بذلك. وأيضا لو جاء الريح ويضرب ربما ظهر جسمها، وكذلك أيضا تظهر، يعني تحجم الجسم. السراويل قد يحجم الجسم فتظهر يعني كما قال الكاسيات عاريات. فلتكن المرأة لابسة لهذا السراويل، وفوق هذا السراويل ساتر، وبعد ذلك عباءة حتى تكون أشد سترا. وأمثال ذلك مما ينبغي. ولاحظنا عند البنات الصغيرات أنها تربى على الألبسة القصيرة، وهذا تعويد على خطأ. فترى بعض الأوقات البنات يأتي بها في أيام عيد أو كذا وهي لابسة إلى الركبة. نعم هي طفلة وتحت ذلك شراب، لكن هذا تعويد على الشر. هي ستتعود على هذا حتى تستسيغ هذا اللباس، فلا تستنكره إذا كبرت. ما تستنكر أن تلبس إلى الركبة. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وأدلة تعويد الصبي على الخير من الصغر معروفة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. والآخر يعود ولده على البنطال وهو طالب علم. ما لك يا فندم؟ ما عندك القمصان. وربما يشتري له بنطال جنز ويلبسه. هي طفل، نعم هو طفل، لكنه سيتعود بدلا من أن ينشأ القميص ويحبه ويستنكر ما كان من الألبسة غير ذلك. ما تدري إلا وقد استساغ تلك الألبسة حتى صار بعد ذلك ما يعتبرها بطالة، يعتبرها طيبة. فالتعويد من الصغر على الخير أو على الشر يرتسم في ذهن الصبي، وهذا كثير. بابه واسع، باب التربية يا إخوان. باب التربية نحن بأمس الحاجة إليه، إلى تربية أنفسنا. نموت ونحن بحاجة إلى التربية الشرعية. والله لو عاش الإنسان 100 السنين، 100 سنة أو أكثر، أنه يموت وهو ما زال يتربى ويصحح ما عنده من أخطاء. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. الآيات. وفي القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالأخطاء حاصلة واصلة، ما هي حاصلة فقط، حاصلة واصلة باستمرار. لا بد من تصحيح الخطأ منا ومن أبنائنا وأسرنا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والمجتمع يئن أنينا، عصاة المجتمع فضلا عن صالحه يئنون أنينا من آثار وعواقب المعاصي. ولقد رأيتم الآن كثرة اعتداء المجرمين، السكارى، أصحاب المشروبات المسكرة، أصحاب كذا، تارة يعتدي على نفسه ويحرق نفسه، وتارة يعتدي على قريب أو على طفل، وتارة أشياء مذهلة جعلت أناسا عصاه يرتعبون من هذا القادم على الناس من الضرر، حتى يذهب إنسان سكران أو شبه سكران من أصحاب هذا الصنف من سوء التربية ويذهب لك إلى طفل يقتله، هذا يذبحه، هذا أشياء مذهلة. هذا من أين أتوا من سوء التربية. لو كانوا متربين تربية شرعية كان في تلك التربية بإذن الله عز وجل حصانة. التربية الشرعية حصانة، العقيدة الصحيحة حصانة وصيانة لصاحبها وللمجتمع. فلما انفلتوا بين أيديهم تفلتوا، وأعانهم على ذلك قوم آخرون من أقاربهم أو من أولياء الأمور أو كذا في أشياء لا تعود عليهم بالحصانة الدينية ولا البعد عن الفتن، جازوهم جزاء سنمار. وصار هذا عنده فكر مهلك مزعج مقلق للمجتمع. وذاك عنده أيضا إدمان على مشروبات كفيلة بتدميره وتدمير غيره، تدميره وترويج. وذاك عنده يعني بدع وخرافات، وعنده كذلك أيضا تلقى معلومات خاطئة مقلقة له ولغيره. هذا أضرت المجتمع. وصدق الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا هو العيش الضنك. ما استطاعوا. الآن بلاد الكفار في رعب من بعض المشروبات هجمت عليهم، هم يشربون، ولكن دخلتهم مشروبات قتلتهم. يرتعد الإنسان يمشي هكذا يعني مثل الصرصور تضرب له بخاخ، يعني يمشي قليل وخلاص سقط من الصراصير. فوالله يمشي سكران قليل من هنا إلى الباب، من هنا ترى يقوم ترى يسقط انبطح ومات. والآخر مثله، الآخر بهذه المشروبات فانفلتوا. هذا جزاء التفلت وعدم الانضباط بالأدلة والكتاب والسنة. حصانة وصيانة العلم النافع والعمل الصالح والتربية الصحيحة عند ذويها وأهلها، حصانة وصيانة. ولهذا فإن المكره بالدين وأصناف الكائدين يحاربون هذه الحصانة والصيانة من أجل أن يعتبروا ذلك حربا شعواء من أنفسهم. لماذا عدنا نقاتلهم بطيارة ونقاتلهم بكذا؟ هذا قتل جاهز. أهم شيء لا يتحصن بالعلم، لا يتحصن بالسنة، لا يتحصن بالعقيدة، وهو كفيل بتدمير نفسه. ما يصنع الأعداء في جاهل ما يصنع الجاهل في نفسه. الجاهل قد يضرب نفسه ويخمدها بما لم يحصل من أعدائه ومن أشد من ألد أعدائه. وقد سمعنا أيضا حثا على التحريض على الحذر من المخدرات، وهذا أمر طيب،
أمر طيب على مر السنين والأوقات ومر كذلك الأيام، ومن هذا ومن غيره من المخالفات الشرعية، من هذا ومن غيره من المخالفات الشرعية، فإنه حتى لو حذروا من هذه الجزئية بذاتها وعنده جزئيات أسوأ منها من المعاصي، ما زال النكبات بعده بالأدلة الأخرى بعدهم، ما زالت النكبات بعدهم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ما مع الناس مخرج من الفتن والشر إلا ما دلهم عليه ربهم، كتاب والسنة. أما يريد أن يعمل نفسه مخارج ما معه مخرج، ما معه مخرج، ما يزداد بذلك إلا بغضا من الله وبعدا، بغضا عند الله وبعدا منه. أنت عبد لله، سر في مرضاته وحسب ما أبانه.